تعالوا النهاردة نحكي لكم عن مكان كل حجر فيه بيحكي حكاية. مكان جوه التاريخ وبره الحاضر جنب الأهرامات العظيمة، اسمه المتحف المصري الكبير. ده مش مجرد متحف، لا ده كنز مصر اللي اتجمع من آلاف السنين علشان يحكي عن ملوكها وأسرارها. في قلب الجيزة وبالقرب من أعظم آثار التاريخ الأهرامات بيجتمع مجد حضارة عمرها آلاف السنين. هناك بيقف المتحف المصري الكبير، أكبر متحف أثري في العالم، كأنه بوابة بين الماضي والمستقبل. المتحف مش مجرد مكان فيه آثار، لأ ده رحلة بتاخدك من أول لحظة وقف فيها المصري القديم يرسم أول رمز على جدار المعبد لحد لحظة النهاردة اللي مصر فيها بتقدم للعالم تحفة معمارية بتقول إحنا الحضارة اللي بدأت التاريخ. أول ما تدخل هتستقبلك المسلة المعلقة، أول مسلة في العالم بتتعلق في الهواء واللي تقدر تمشي تحتها وتشوف تفاصيلها من كل زاوية. بعد كده هتلاقي التمثال الضخم للملك رمسيس الثاني واقف شامخ في بهو المتحف بيستقبل الزوار بابتسامة من آلاف السنين، كأنه لسه بيقول أنا هنا والتاريخ لسه بيتكتب. ومن هناك تبدأ الرحلة الحقيقية، هتعدي بين ممرات ضخمة مصممة على أحدث طراز معماري، بس في نفس الوقت بتحافظ على روح مصر القديمة. كل قاعة من قاعات المتحف فيها قصة، فيها أسرار، فيها كنوز لسه أول مرة تتعرض للعالم. واحدة من أهم القاعات دي هي قاعة الملك توت عنخ آمون. القاعة دي فيها أكتر من 5000 قطعة من كنوز الملك الذهبي، معروضة بشكل يخليك تحس إنك رجعت للعصر الفرعوني فعلا. تشوف العرش والعجلات الحربية والأقنعة الذهبية اللي اتكلم عنها العالم كله. والمتحف مش بس للعرض، في معامل ترميم ضخمة من أكبر معامل الترميم في الشرق الأوسط. هناك بيتم ترميم القطع الأثرية بدقة شديدة قبل ما تتعرض للجمهور. وكمان في مكتبة أثرية ومركز للبحث العلمي ومناطق ترفيهية ومطاعم بتطل على الأهرامات عشان تكون الزيارة رحلة كاملة بين العالم والتاريخ والجمال. المتحف المصري الكبير مش بس مكان، دي رسالة من مصر للعالم كله بتقول احنا حضارة مش بتموت واحنا لسه بنكمل الحكاية. كل حجر هنا ليه قصة وكل تمثال بيحكي عن مجد. ومن جوه المتحف هتحس بالفخر، بالإبهار، وبالإحساس إنك واقف جوه التاريخ نفسه وبتتفرج على حضارة عمرها 7000 سنة ولسه بتنور العالم كله لحد النهاردة. ده هو المتحف المصري الكبير، كنز مصر اللي رجع التاريخ يعيش من جديد. هي دي كانت حكايتنا النهاردة، حكاية من قلب الحضارة المصرية. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا اللايك وتشتركوا في القناة علشان لسه عندنا حكايات كتير من قلوب الناس ومن أرض مصر الطيبة.